السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحشتوني، وربنا ربنا ما يحرمناش منكم أبدا يا رب، ويجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعة في الدنيا، ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دخلنا كالعادة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رحنا للنبي البيت صلى الله عليه وسلم، فما لقيناهوش في البيت، وبعد بحث طويل قوي قوي ما لقيناهوش مثلا لا في غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق. لقيناه في مكان كده جميل قوي، مكان رائع كده، مكان بالبلدي كده، مكان شاعري، في مكان اسمه بئر أريس. بئر أريس دي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة ممكن تكون متباعدة شوية كان يروح كده يهدى أعصابه في المكان دوت، يقعد صلى الله عليه وسلم عند البير دوت، ويقوم مدلدل رجليه في مية البير، ويقعد كده يشم شوية هوا جميلة في البستان الجميل ده في بئر أريس. وممكن يقعد معاه بعض الصحابة. في اليوم دوت كان معاه أبو موسى الأشعري فقط. أبو موسى الأشعري لما لقى النبي داخل لوحده بئر أريس عشان كده يقعد كده يستأنس شوية كده ويقعد كده يشم شوية هوا، فراح قال له: يا رسول الله، يعني لأكونن بوابا، يعني أنا بس أقف كده عند الباب عشان ما حدش يخش عليك يزعجك يا رسول الله. فسر النبي لذلك صلى الله عليه وسلم. وقف أبو موسى الأشعري عند الباب، وشويتين الباب راح مخبط، فقال: مين اللي على الباب؟ فقال: أبو بكر. فقال: انتظر. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أبو بكر على الباب يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. الله، شوف الرزق بقى الجميل. رايح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد راح سأل على النبي، قالوا له ده موجود في بئر أريس، فراح يطمن على النبي ويستأنس بالقعدة الجميلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما راح هناك بنيته الجميلة الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى، قال له: ائذن له وبشره بالجنة. فراح أبو موسى فتح الباب: السلام عليك يا أبا بكر، أو أبو بكر هو اللي قال له السلام عليكم، رد عليه السلام. فقال له: رسول الله يقول ائذن له وبشره بالجنة، فأبشر بالجنة. فدخل أبو بكر طبعا مستبشرا، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى عليه السلام، وراح قاعد جنبه على البئر كده على يمينه. بعد ما أبو بكر قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدردشوا شوية مع بعض، وإذا بالباب يطرق مرة أخرى. فأبو موسى الأشعري راح وقال: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقال: انتظر. وراح للنبي وقال له: يا رسول الله، عمر يستأذن على الباب. قال: أذن له وبشره بالجنة. فراح أبو موسى الأشعري وراح فتح له وقال له: السلام عليك يا عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له: رسول الله يبشرك بالجنة. فطبعا عمر بن الخطاب، لك أن تتخيل بقى الفرحة لما تكون جاية من النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يفرح قلوبنا وقلوبكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فدخل عمر بن الخطاب وسلم على النبي وعلى أبي بكر، وراح جالس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. شويتين وطرق الباب آخر مرة، طرق الباب. فقال أبو موسى الأشعري: من؟ قال: عثمان بن عفان. فقال: انتظر. فذهب واستأذن النبي، فقال له: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني هو هيخش الجنة، بس في بلاء كبير أو هيحصل له قبل موته رضي الله عنه وأرضاه. فرح أبو موسى الأشعري وبشره بالجنة، بشر عثمان بن عفان بالجنة، وقال له: رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. ودخل عثمان وجلس بعد ما سلم عليهم، جلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان، والأربعة قاعدين ومنزلين رجليهم في البئر وقاعدين بيتكلموا مع بعض. الله على الجلسة الجميلة دي. كنت أتمنى بقى إن احنا كلنا بقى نكون مع النبي في الجلسة الحلوة الجميلة ديت في بئر أريس. ويا ريت كان بئر أريس ده موجود لحد دلوقتي، كنا نروح ونتذكر الجلسة الجميلة اللي كان قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. علشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وأعظم البشريات. أعظم البشريات، أعظم بشرى في الدنيا في الكون ده كله إيه؟ بشرى إما إن ربنا يغفر لك، وإن ربنا يكون يعني يرحمك، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الجنة.
هي دي البشرات الجميلة، لأنه لو غفر لك هيدخلك الجنة، ولو رحمك هيدخلك الجنة، ولو دخلك الجنة هيسعدك في الجنة. ربنا يسعد قلوبنا وقلوبكم في الجنة يا رب العالمين. الحقيقة أن البشرى بتأتي بمعاني مختلفة، وكل ده حسب السياق. كما يقول العلماء: السياق من المقيدات. بمعنى ممكن تيجي الكلمة في سياق معين تدي معنى، وفي سياق تاني تدي معنى تاني خالص. زي مثلا كعب بن مالك لما تأخر عن غزوة تبوك أو تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه كعب بن مالك، والحديث في الصحيحين، قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب. هو هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسمة إيه؟ بسمة واحد متضايق. عارف لما واحد يبتسم كده وهو متضايق، النبي تبسم تبسم المغضب. انما بقى تعالى بس انظر مثلا لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام لما النملة قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى الأولاني تبسم تبسم المغضب، كانت البسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق من كعب بن مالك، إنما سيدنا سليمان كان مبسوط قوي من فعل النملة، لأن كان عندها إيجابية عظيمة جدا، وكانت مش عايشة لنفسها وما كانتش أنانية، بل كانت خايفة على النمل، وقالت لهم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى هنا تبسم وهنا تبسم، لكن البسمة هنا لها معنى والبسمة هنا لها معنى. عشان كده العلماء قالوا السياق من المقيدات. نفس الحكاية بالنسبة للبشارة، قد تأتي البشارة بمعنى النعيم وبمعنى الخير وبمعنى الجنة، زي قول المولى عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا البشرى بجنة تجري من تحتها الأنهار. طيب، وممكن تأتي البشرى بالعذاب، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، زي قول المولى عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وزي قول المولى عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. طيب، هي البشرى بالعذاب الأليم تنفع تكون بشرى؟ يعني ينفع أقابل واحد كده أقول له: أبشر ربنا إن شاء الله يكرمك ده بيفكرني بأحد الدعاة، بيقول إنه في سنة 81 وهم بقى في السجن، فالمهم فكان في واحد يعني واقف على زنزانة كده بتاعة السجن، حارس يعني، فقال له: لو سمحت بعد اذنك احنا 50 واحد وبقالنا يومين ما كناش وكده، فبستأذنك ممكن نديك فلوس وتروح تجيب لنا اكل وتاخد اللي انت عايزه، يعني لو انت الاكل مثلا هيتكلف مثلا 200 جنيه خد 250 جنيه بس هات لنا الاكل. فقال له: مش هجيب لكم اكل. فقال له: طيب يعني ربنا يبارك فيك، يعني انا معايا 50 واحد خاتمين القرآن وكلهم ناس ما شاء الله أفاضل، فإيه رأي حضرتك تروح تجيب لنا أكل وتاخد فوقيه 50 جنيه، وفوق ده كله أنا هجمع ال50 وهبشرك ببشرة بقى يعني مش ممكن تصدقها. قال له: بشرة إيه؟ قال له: هقعد أنا وال50 وندعي لك إن ربنا يكرمك يوم القيامة إن شاء الله وتاكل من شجرة الزقوم. فبص له كده قال له: يا سلام، هو انا مستني دعوتكم انتم؟ ما انا كده كده ان شاء الله واكل منها واكل. فيعني فالشيخ بيقول هو فاكر شجره الزقوم دي جاتوه او تورته بتتوزع يوم القيامه، وهو مش واخد باله شجره الزقوم دي يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. الشاهد في الموضوع ان البشرى هل ينفع تكون بالعذاب؟ طبعا لا، انما بتاتي هذه البشرى على سبيل السخريه والاستهزاء. زي مثلا ولله المثل الاعلى، زي مثلا واحد مقابل واحد كده متضايق منه، فبيقول له يعني ابشر ان شاء الله، شوف اللي هيحصل لك النهارده. معناها ايه؟ معناها مش بيقول له ابشر، معناها بيقول له ده انت النهارده يحصل لك مشاكل وممكن تتضرب وممكن يحصل معاك حاجات كده. فدي مش بشرى، انما هي على سبيل السخريه والاستهزاء. فالمولى عز وجل بيقول: بشر المنافقين. طب المنافقين بيبشروا، قال لهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وبعدين أما يتكلم عن التانيين عن الكفار قال: فبشرهم بعذاب أليم. خد بالك من حاجة، القرآن مليء بالبشارات التي لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف بشارات القرآن للأنبياء والصالحين والمرسلين، للمرسلين والأنبياء والصالحين. تعال نشوف البشرات، بعض البشرات طبعا مش كلها. تعال نشوف مثلا البشرى على سبيل المثال. سيدنا زكريا عليه السلام كان كبير في السن وكان يشتهي الولد، وزوجته ما بتخلفش وبقاله وسنه كبر يعني في السن ونفسه يخلف. وبعدين في الوقت دوت وهو كبير في السن كفل مريم عليه السلام، ولما كفلها كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أهل العلم: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كان دي كرامة من الكرامات اللي ربنا أكرم بها مريم عليه السلام. فكان بيقول لها يعني مستغرب جدا،
قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله، يبقى الدعاء لما بيكون بقى كمان مع عبادة حاجة جميلة قوي. ما يبقاش قاعد مثلا عفوا قاعد بيعمل معصية، بيشيش، بيعمل مش عارف إيه، عمال بيدعي. لا، يبقى الدعاء لابد أن يتلبث بطاعة. إن أنا واقف بصلي وبدعي، بعمل خير وبدعي، بذكر ربنا وبدعي، بقرأ قرآن وبدعي، ببر أمي وأبويا وطبطب عليهم كده وأنا بدعي. يتلبث الدعاء بالطاعة عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. واخد بالك؟ ويكون الإنسان بياكل حلال، لأن النبي ذكر كما عند مسلم أن رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يبقى إذن أكل الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء. فالشاهد في الموضوع أن سيدنا زكريا كان إيه؟ كان يصلي في المحراب، كان قائما يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله، شوف قد ايه يعني رزقه بولد وسماه له كمان. يعني الوحيد اللي ربنا سماه هو سيدنا يحيى. يعني قال له أنا هرزقك بولد وسميته لك يحيى من أجل أن يحيى، لأن يحيى لم يمت أبدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحيى عليه السلام قتل شهيدا، يعني هو مقتول فهو شهيد، والشهيد حي عند ربه يرزق. فهو خلق وهو اسمه يحيى وقتل من أجل أن يكون شهيدا فيحيى، ثم يوم القيامة يدخل الجنة فيحيى، فيظل في حياة يعني إلا باستثناءات حاجات بسيطة جدا، يعني فترة القتل التي قتلها، ثم فترة النفخ في الصور يوم القيامة، لأن الكل سيموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي كانت بشرى جميلة جدا. الملائكة إيه؟ راحت مبشرة سيدنا زكريا بأن ربنا هيرزقه بغلام اسمه يحيى من أجل أن يحيى. تعال نشوف بشرى تانية. نشوف بشرى تانية، السيدة مريم. سيدة مريم لما بشرها المولى عز وجل بميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام، قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يبقى مين اللي بشرته كده؟ اللي بشره المولى عز وجل هو الذي بشر مريم بأن يكون له عيسى، بأن يكون لها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى تأتي حتى في أي مواقف كده، سواء موقف إنسان كان في محنة، سواء إنسان كان نفسه ربنا يرزقه بالولد، سواء واحد كان نفسه ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه هم معين، فتأتي اللفظة بلفظة بشارة. بشارة ليه؟ لأن الإنسان لو كان في كرب يتمنى حد يبشره بتفريج الكرب، لو إنسان كان منتظر خير معين يتمنى أن حد يبشره بالخير. وكل موضوعنا ده يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم نحب الخير لبعض، ولازم نتمنى الخير لبعض. وخد بالك وتيقن وكون على يقين يعني جازم ان انت لو تمنيت الخير لحد والله العظيم رزقك ما هينقص، وحياتك مش هتنقص يوم واحد، ومالك مش هينقص، وصحتك مش هتقل، وكل الخير اللي جاي لك عمره ما هيقل ابدا. بل بالعكس، يمكن انت لما تتمنى الخير لاخوك ربنا يكرمك وتدعي له بالخير دوت، الملك المخصوص اللي هو دي وظيفته الوحيدة بعد عبادة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ملكا مخصوصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. واحدة عايزة تتجوز وزميلتها ما اتجوزتش تقول يا رب جوز زميلتي فلانة. أكيد واحدة قدامي دلوقتي بتقول يا رب جوز زميلتي فلانة. واحد نفسه ربنا يرزقه ويوسع عليه، وجاره برضه زي حالته الحالة كده خلاص بقت على البلاطة، فيقول يا رب وسع على جاري الفلان أو وسع على أخويا فلان، فالملك يقول آمين ولك بمثل، فيحصل التوسعة للاتنين ويحصل الزواج للاتنين. وأي خير أنت بتتمناه اعمل. والله أنا عن نفسي بعمل كده، أي خير بتمناه لنفسي بدعي له واحد من المسلمين، وأحيانا بعمم بيه المسلمين. أقول لكم حاجة بسيطة جدا. الأسبوع اللي فات يعني قبليه كده بثلاث أربع أيام، من 10 أيام كنت في عمرة، وأنا في الحرم ده دايداني دايما إني بعمل حاجتين.
وبدل بها أدل عليها المسلمين، والدال على الخير كفاعله. لما أروح الحرم ما أطولش قوي في الصلوات، مش في صلوات الفرائض، لا صلوات النوافل. يعني مثلا الصلاة في الحرم معروف إنها ب100,000 صلاة، الله أكبر، حاجة طبعا خير لا يخطر على قلب بشر، كما صح بذلك الأحاديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي ب1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه ب100 صلاة في مسجدي. يبقى إذن الصلاة في مسجد النبي ب1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام ب100 صلاة من المسجد النبوي. يبقى الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ ب100,000 صلاة. الله أكبر. في ناس بتعمل إيه بقى؟ يقول لك أنا خلصت صلاة العشاء مثلا، أخش كده أصلي ركعتين بالبقرة، سورة البقرة كاملة، أو بآل عمران. أقول له غلطان. ومن كان انت ما بتعملش حاجه غلط، لكن انت غلطان في حق نفسك وقصرت في حق نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى بدل ما تصلي ركعتين بسوره البقره فيتحسب لك 100,000 صلاه، ولكن اي نعم بسوره البقره، صلي ركعتين خفاف كده ان شاء الله، حتى بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. كتر من الركعات، لأن كل ما بتصلي ركعتين بتحسبوا لك ب100,000 صلاة. ركعتين ب100,000 صلاة ممكن تتحصل في خلال نص ساعة فقط والله على 1,000,000 صلاة. شفت قد ايه؟ بدل ما تصلي البقرة في ساعتين 3، طب وليه؟ طب ما انت ممكن في ساعتين 3 دول بفضل الله تحصل على 5-6 مليون صلاة من خلال ان انت تصلي صلوات خفيفة. دي حاجة، أول حاجة أنا بعملها. الحاجة التانية اللي بعملها وبرضه بدل إخواني عليها، إن وأنا بعتمر بنظر للحرم كده، في الغالب مثلا ممكن اطوف من فوق او اسعى من فوق، فابص على الحرم واشوف ما شاء الله عدد ما شاء الله ملايين موجوده في الحرم، او مداعي دعوه جميله قوي. اقول يا رب اللهم تقبل مني ومن كل معتمر معي الان في بيت الله الحرام. يعني يا رب تقبل من كل الناس دول عمرتهم، اقوم داعي بقى: يا رب تقبل عمرتهم وفرج همومهم ووسع أرزاقهم وزوج بناتهم واستر أعراضهم، وأقعد بقى أدعي لهم بقى شوية دعاء كده لكل اللي معايا في الحرم. طبعا ده مش معناه إن أنا بنسى الدعاء للمسلمين، عمري ما بنسى الدعاء للمسلمين، بدعو لكل المسلمين، لكن في العمرة بالذات بقوم داعي برضو دعوة مخصوصة للي معايا في الحرم بأن ربنا يتقبل عمرتهم. وأنا واثق طبعا في الوقت دوت، لأني مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، واثق إن الملك دلوقتي في نفس اللحظة يقول آمين ولك بمثل. يعني ربنا إن شاء الله يتقبل عمرتهم وإنت معاهم، ويبقى دعائك ليهم كلهم في ميزان حسناتك. يعني ممكن تفوز حضرتك ب1,000,000 2,000,000 عمرة بدعوة واحدة. يعني عشان تعرف بس الكنوز اللي ممكن تتحصل عليها. تعالوا نكمل مع بعض البشرات الجميلة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لما بقعد أتخيل كده مثلا برنامج ليلة في بيت النبي، بقول يا رب يا رب إمتى بقى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين. اتحرمنا منه في الدنيا فما تحرمناش منه في الآخرة يا رب. يجمعنا وإياكم وجمهور ليلة في بيت النبي نجتمع كده مع بعض على حوض النبي. وانا اللي اقول له بقى، اقول له يا رسول الله ده جمهورك، دول حبايبك يا رسول الله، دول اللي تبعوك، دول اللي واظبوا على طول على البرنامج اللي احنا كنا عاملينه هديه ليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعال نكمل مع بعض البشريات واملأ قلبك كده بالفرحه والامل. والله العظيم مهما كانت الأحزان ومهما كانت الآلام اللي بتمر بالأمة، إن شاء الله إن شاء الله الله لطيف بعباده، الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سيجعل الله بعد عسر يسرا. السين دي تفتح لك باب الأمل لحد يوم القيامة. سيجعل للمستقبل، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واليسر ده غير اليسر ده، أما العسر ده فهو العسر ده. قال ابن عباس: ولن يغلب عسر يسرين. إن شاء الله اليسر قادم والخير قادم إن شاء الله، وهتنفرج وهتعيشوا إن شاء الله في رغد، وربنا هيفرج كروبات المسلمين أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كبر في السن ونفسه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، فتجيله البشرى كده جميلة جدا من عند المولى عز وجل حينما بشره بأن يرزق بإسماعيل. قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. الله، مش أي غلام. يعني بعض الناس بتتخيل إنها لو حرمت من الذرية إن ربنا مش راضي عنها. قد يكون عدم وجود الذرية هو قمة الرضا عنك، لأن ممكن ربنا يرزقك بولد يكون عاق بيك، يخليك تعيش حياتك تلف حوالين نفسك. وياما شفت ناس والله العظيم في حياتي الدعوية
على مدى ربع قرن. والله ياما شفت ناس كان يجيني آباء وأمهات يقولوا لي والله بندعي على أولادنا إن ربنا يحرمنا منهم بسبب العقوق والبهدلة اللي عاملينها في حياتنا، مخلين حياتنا كلها شقاء. وفي برضه في المقابل في أولاد ما شاء الله ربنا بيجعلهم بركة على أهاليهم. يا رب اجعلني وإياكم بركة على أهالينا في حياتهم وبعد ما ماتهم يا رب العالمين. البر لا يبلى، والإنسان لما يعمل خير كما تدين وتدان. إلا تعمله مع أمك وأبوك هتلاقيه من أولادك وهتلاقيه من أحفادك. وربنا يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات في حياتهم وبعد ما ماتهم. فبشرناه بغلام حليم. وجات له البشرة الثانية بإسحاق عليه السلام. قال جل وعلا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ورغم ان سيدنا ابراهيم زوجته اللي هي ساره، واخد بالك، والبشرى سيدنا ابراهيم هي في حد ذاتها بشرى للسيده ساره، لان ساره سترزق باسحاق. طيب اذا كان البشرى اتقالت لسيدنا ابراهيم برضه تتقال للسيده ساره، علشان البشرى كده تكتمل وتوصل لقلب كل واحد. زي ايه مثلا؟ زي لما تيجي لأب كده وابنه نجح ما شاء الله في الكلية، فرايح تقول له أبشر يا حاج فلان ربنا يبارك فيك، ابنك الحمد لله نجح في البكالوريوس أو في الليسانس وجاب تقدير امتياز. ونفس البشرى راح تقولها لوالدته: ابشري يا حاج ربنا يعز حضرتك ويبارك لك فيه، ابنك نجح وجاب امتياز. الله، طب ما البشرى للوالد هي بشرى للوالده وهو هيقول لها. لكن لما تتجدد البشرى وكل واحد يسمع البشرى كده بودانه بيبقى ليها لذه كده وبيبقى ليها روعه. وكل ده زي ما قلنا وعايزين نفتكر دايما يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والله وأشهد الله عز وجل أني أحب لكل مسلم على وجه الأرض الخير مثل ما أحبه لنفسي، لأن في النهاية رزق مش هينقص أبدا، بل أتمنى الخير للمسلمين، لأني أحب المسلمين وأتقرب إلى الله بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض وأتمنى لهم الخير. تعال نشوف سارة جات لها البشرى إزاي. قال جل وعلا: فبشرناها بإسحاق. وبعدين تأتي البشرى بقى مضاعفة. ليه؟ لأن الألم اللي بيحصل للرجل لما ما يرزقش بولد عمره ما يساوي ربع الألم اللي بيحصل للأم لما تتحرم من الولد. لأن الأب بيخرج ويشتغل ويروح وهنا وليه أصحابه وليه أصدقائه وليه، إنما الأم يعني قاعدة في البيت تأكل وتشرب وبتخدم وتنظف في البيت فمحتاجة طفل يملى عليها وحدتها، فبيبقى الألم بالنسبة لها كبير. فلما ربنا بشر سيدنا إبراهيم بشره بإسماعيل ثم بشره بإسحاق. إنما بقى سارة بشرها بإسحاق وبشرها بالولد وبشرها بالحفيد كمان. قال: فبشرناها بإسحاق واطمني ومن وراء إسحاق يعقوب. دي فيها كم بشرة؟ دي فيها 3 بشرات، لأنه بشرها بالابن وبشرها بالحفيد وبشرها بحياة الابن، لأن الابن لو ما كانش هيعيش ويكبر ويتجوز هيخلف امتى؟ صح كده؟ يبقى بشرها ان هو هيعيش وهيكبر وتطمني عليه وهيتجوز كمان ويخلف، وتشوفي الولد وتشوفي ابن الولد، تشوفي الحفيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي لازم أول ما تسمع اسمه كده تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كان دعوة سيدنا إبراهيم وكان بشرى سيدنا عيسى، يعني بشرتين ما شاء الله. سيدنا إبراهيم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دي كانت دعوة سيدنا إبراهيم. وأنا قلت قبل كده لو تفتكروا كان في أعظم دعوتين في الكون ده كله، كانت دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد، وكان دعوة سيدنا موسى ببعثة أو بإن أخوه هارون يكون نبيا. لما قال له: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. زي ما أنا نبي رسول خليه هو نبي. يعني فربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى من أولي العزم ال5 نبي رسول، وجعل سيدنا هارون نبي. ودي كانت أجمل هدية من أخ لأخوه. تخيل لما أخ كده مثلا، يعني أكتر أخ في الدنيا أكرم أخوه، عمل له إيه يعني؟ تقول لي بصراحة عمري في حياتي ما سمعت إن أخ أكرم أخوه بأكثر من إنه مثلا جاب له عربية هدية، جاب له وظيفة هدية، اداله شقة هدية. ودي حاجة يعني طبعا في الزمن ده يعني حاجة يعني زي ما بيقولوا كده حاجة لا تخطر على قلب بشر. فتخيل لما يكون واحد ادى لأخوه بأمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن من الله، اداله النبوة هدية ان هو يبقى نبي. فدي كانت بشرى جميلة قوي ان سيدنا موسى طلب هذا الطلب، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لطلبه ورزق هارون النبوة. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا عيسى. والدليل على ذلك ان سيدنا عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي قال كما عند أحمد بسند صحيح. شوف يعني ايه، شوف التناغم الجميل.
سيدنا عيسى بيقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فاللي يروي الحديث دوت، اللي يروي الحديث اللي جاي ده هو احمد، الامام احمد بن حنبل، مش احمد الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام احمد بن حنبل روى الحديث في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى، ورات امي حين ولدتني انه يخرج منها نور اضاء له قصور الشام. الله اكبر. فالنبي نور، وأضاء الكون كله بنور الوحي والرسالة ونور الهداية ونور التوحيد ونور العقيدة ونور الإيمان ونور الرحمة ونور أنوار فوق أنوار. الله أكبر. نور على نور صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف البشارة كمان. البشارة أصلا صفة يا جماعة، صفة لازمة لكل الأنبياء. الأنبياء كلهم من صفاتهم الجميلة البشارة. جايين بالبشارة، جايين بالخير، جايين عشان يقولوا للناس أبشروا أبشروا. مش جايين نعقد الناس من حياتها، مش جايين نكفر الناس، مش جايين نقول للناس إن الإسلام ده إسلام يعني بيتعامل مع الناس بشيء من الغلظة والشدة والتشدد والعنف والتطرف. ديننا عمره ما كان كده. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا، وبعدين مش قادرين وقاربوا وأبشروا. الله أكبر. فالنبي جاء بالبشرى. ولذلك حتى لما النبي حب يقول للأمة خدوا بالكم، تمسكوا بالقرآن ده، قال في حديث عجيب جدا جدا. طبعا في حديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث الثاني بقى رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن النبي بدأ الحديث بلفظ عجيب أو جميل جدا، قال: أبشروا، وراح ساكت. قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله بيقول لك القرآن ده ليه طرفين، طرف بيد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وطرف بإيدك يا مسلم. امسك الطرف ده، اوعى تسيبه. اقرأ القرآن، تدبره واخشع وتداوى بالقرآن وتحاكم إلى القرآن واعمل بآيات القرآن. اوعى تقرأ آية وما تعملش بيها، اوعى تقرأ آية وما تتدبرهاش، اوعى تقرأ آية وانت مش واخد بالك وانت مش مركز. ده كلام ربنا. اقعد كده ركز معاه كده وعيش حياتك كده، واطرد همومك واطرد مشاكلك واطرد انشغالاتك وأعمالك، وخلي وقت مخصص للقرآن. اوعى يكون القرآن فقط لشغل أوقات فراغك، لا. القرآن بتخلي له وقت مخصوص، وقت مقدس كده، وتعرف اصحابك وحبايبك وتعرف اصحابك وحبايبك ان الوقت دوت من الساعه كذا للساعه كذا. بعد اذنكم محدش يضرب عليا التليفون، محدش يتصل بيا، استاذنكم. الوقت ده لكتاب المولى عز وجل، الوقت ده للقرآن. وامسك القرآن وتعايش مع القرآن. مش لازم تكون همك كله ان انت تجيب اخر الجزء اللي بتقرأه، ومش لازم يكون همك ان انت تختم القرآن، لكن يكون همك كله ان انت تنتفع بالآيات ديت. ممكن تعيش الليلة كلها زي ما النبي كان بيعمل احيانا، كان يتعايش مع آية واحدة ويفضل يرددها من بالليل لحد الفجر ويبكي صلى الله عليه وسلم. ده يؤثر في القلب جدا جدا. ممكن آية واحدة تغير حياتك كلها، وممكن تقرأ جزء كامل ولا يتغير فيك شيء، ثم ان انت عمال فقط بتقرأ الآيات قراءة كده يعني إيه، من غير تدبر ومن غير خشوع. البشارة كانت من صفات الأنبياء. تعال نشوف بسرعة كده. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين. وقدم البشارة قبل الإنذار، لأن ديت وظيفة الأنبياء ووظيفة ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء يبدأوا بما بدأ به القرآن: رسلا مبشرين ومنذرين. ما بقاش طالع كده عمال بكلم الناس وأول محاضرة كده: والسلام عليكم، سنتحدث الليلة عن عذاب القبر، سنتحدث الليلة عن أهوال يوم القيامة، وأقعد أزعق وأخشم في صوتي وأكشر وأعمل. ده مش دعوة، ده مش دعوة، ده بيسموها عندنا في مصر خبط حلل يعني ايه، بعيد عن الدعوة تماما. لا، الدعوة زي ما ربنا قال: رسلا مبشرين، وبعدين ومع البشارة النذارة، بس قدم البشرى قبل الإنذار. ولما تقدم الإنذار الله يبارك فيك، لما تقدم الترهيب قدمه في توب كده، في رحمة، غلفه بالرحمة. بلاش يعني الناس مش ناقصة ان انت تخض. يعني انت بتكلمها مثلا في عذاب القبر، هو عذاب القبر كموضوع متعب للنفس لوحده، فلما تكلمهم في عذاب القبر وكمان عمال بتشخط فيهم وتزعق فيهم، فهتتعبهم اكتر ما هم تعبانين. وصل لهم المعنى من خلال أسلوب جميل، ومن خلال ان انت تعرفهم ان القبر مش مليان عذاب بس، القبر مليان نعيم.
يعني نعيم القبر. ولذلك أنا لما بتكلم عن عذاب القبر أتكلم عن إيه؟ أقدم دائما أقول نعيم القبر وعذابه، لأن القبر مش مليان عذاب بس، القبر مليان نعيم. وسبق إني قلت لحضراتكم والله زمان اديت درسين على إحدى القنوات، الدرس كان مدته ساعتين، اديت درس في أسبوع ساعتين، وفي الأسبوع اللي بعده ساعتين. الأربع ساعات دولت والله الذي لا إله غيره ما تكلمت فيه إلا عن نعيم القبر فقط، ولست منكرا لعذاب القبر، لكن قلت لهم أنا سأرجئ الكلام عن عذاب القبر عشان الناس فاكرة إن القبر ما فيهوش غير عذاب. هكلمكم المرة دي عن النعيم. فيبقى إذن رسلا مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا، هنا للحصر والقصر، إلا مبشرين ومنذرين. الآية الثانية نقرأها مرة ثانية، وما نرسل المرسلين إلا لحاجتين، مبشرين ومنذرين. يبشرك بالجنة ويقول لك اعمل عشان تخش الجنة وتفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى، ومنذرين ويقول لك خد بالك في حاجة اسمها نار، واوعى تقرب من النار، وابعد عن أي قول أو عمل يوصلك للنار. يبقى مبشرين ومنذرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، برضو البشارة قبل النظارة. فربنا يرزقنا إياكم يا رب إن احنا نكون مبشرين للناس يا رب، إن احنا نحمل البشرى للي حوالينا رب العالمين. تعال نشوف بقى نصيبكم بقى ورزقكم بقى. تعال نشوف بشريات القرآن لأهل الإيمان والتوحيد. ربنا يجعلني وإياكم يا رب من أهل الإيمان والتوحيد. عشان ناخد بس فقط موضعين من القرآن. الموضع الأولاني قول المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمد لله ان ربنا ما ذكرهمش بالاسم، انما ذكرهم بالصفه، لان لو ذكرهم بالاسم احنا هنطلع بره الموضوع. لان لو قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وفلان 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 ويقفل بقى الموضوع، لا ما قالش كده. قال جل وعلا وفتح الباب. فاكرين حضراتكم لما تكلمنا المرة اللي فاتت أظن عن النبي والأبواب المفتوحة؟ دايما كده لما النبي يذكر أي خير دايما يسيب لك الباب مفتوح، ودايما القرآن لما يذكر خير دايما يسيب لك الباب مفتوح. أهو هنا نفس الحكاية، قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي واحد فينا يقدر يعمل كده، يقدر يؤمن والحمد لله كلنا مؤمنين، ويقدر يتقي. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قادرين كلنا ان احنا ان شاء الله نحقق هذا المعنى الجميل من التقوى. يبقى ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، أهل الإيمان لهم بشرات كتير قوي في الدنيا وفي الآخرة. تعال نختم بقى بالآية الثانية أو بالموضع الثاني، قول المولى عز وجل للي بقى هيستقيم على طاعة ربنا، للي هتلبس حجاب ومش هتقلعه، للي هيبر أمه ومش هيعقها بعد كده، للي هيصلي ومش هيترك الصلاة، للي هيعبد ربنا ومش هيبعد عن الطاعة ديت. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله، يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى يا جماعة؟ عند طلوع الروح. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافوش من اللي جاي. إن شاء الله في بشرات جميلة جدا في القبر وفي أرض المحشر وفي الجنة ومع النبي وصحبة النبي ولقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأبشروا. شوف قد إيه؟ يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي أنت فوت، على اللي أنت فوته. إذا كنت فوت مثلا فيلا ولا قصر ولا شركات ولا فلوس ولا عربيات، اللي في الجنة بقى حاجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا ما تساويش حاجة أصلا، فما تحزنش على اللي فات. وأبشروا بالجنة، الله على الكلمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما تخافوش، اوعوا تفتكروا هنسيبكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما يا الله. يعني حاجة، بص تعالى كمل معايا الآية وشوف المعنى الجميل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعدين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة من غفور رحيم سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بشريات، لكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا بعض البشريات الموجودة في القرآن.
تعالوا نشوف بعض البشريات الموجودة في السنة، ثم نختم الحلقة ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، ثم بشرياته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بعض البشريات في السنة، ونختار برضو 3 مواضع، وإلى المواضع كثيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. البشرى الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. الله. يبقى العبد وهو عند الموت كده بيبشر، وهو عند طلوع الروح كده بيبشر برحمة ربنا وبرضوانه، فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. طيب تعالوا نشوف بقى الترجمة الحرفية للحديث اللي قلناه في رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح. هو قال لك لما يجي الإنسان يبشر بقى عند طلوع الروح برحمة ربنا ورضوانه فبيحب لقاء ربنا. طب إيه التفاصيل؟ التفاصيل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح، إن ملك الموت يقول: اخرجي أيتها النفس أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وفي رواية أخرى يقول ملك الموت: اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يبقى أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله أكبر. يبقى آدي البشريات الجميلة اللي بتحف بالإنسان المؤمن لما تجمعها مع الآية بقى، والملائكة بقى نزل عليه ملائكة الرحمة وهي بتقول: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تحس كده بانسجام عجيب جدا ما بين الآيات والحديث، إن تحس فعلا إن المؤمن عند الموت ده أنا بالنسبة لي بسميه يوم فرح ويوم عرسه، يوم سعادته، أجمل يوم في حياة الإنسان هو يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى. لو كان على الإيمان والتوحيد وكان بيطيع ربنا وكان ما بيعصاش ربنا، أو حتى لو وقع في معصية بيلحق يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما شاء الله، خطائين توابون، يعني كل ما يخطئ كل ما بيتوب، كل ما يقع تاني يقوم تايب تاني، وما يقاس من رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى. تعال نشوف البشرى الثالثة. حديث في البخاري ومسلم عن أبي ذر أنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ يعني اللي يموت على الإيمان والتوحيد هيخش الجنة حتى وإن سرق وإن زنى؟ فقال النبي: وإن سرق وإن زنى. فكررها تاني: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. طبعا ده مش معناها إن النبي بيقول لك اعمل اللي انت عايزه ما دمت انت موحد، اسرق وافعل كذا وكذا وكذا، وبعدين قال لك مش ده المقصود. المقصود ان النبي بيقول لك ان باب التوبه مفتوح، ان حتى هو لو سرق هيتوب ويرد المظالم، لان ده حديث مطلق، حديث عام، وفي احاديث بتقيده. واخد بالك ان انت لو سرقت لابد ان انت ترد المظلمه دي. حديث البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. يبقى إذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يأس حد من رحمة ربنا حتى لو كان مرتكب كبيرة، لأن السرقة كبيرة والزنا كبيرة والخمر أم الكبائر. فكأن النبي عايز يقول لك إن حتى لو كنت مرتكب كبيرة اوعى تيأس من رحمة ربنا، توب إلى الله سبحانه وتعالى، وما دمت على الإيمان والتوحيد ولو وقعت في ذنب التوب فإن شاء الله أنت من أهل الجنة ببشرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف بقى يوم القيامة بقى. يوم القيامة بقى فيه بشرات جميلة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان والتوحيد. رقم 1: الناس الجمال اللي بيصلوا العشاء والفجر في المسجد جماعة. طب والنساء تصليها في البيت مع أول ما تسمع الأذان، أول ما تسمع أذان العشاء تقوم تسيب كل حاجة في إيديها وتقوم تتوضأ، وفي مكان المصلى اللي هي عاملاه في البيت بتاعها، في غرفتها، في الصالة، في أي مكان، وتقف تصلي العشاء. الفجر أول ما تسمع الأذان بتقوم تصلي ركعتين السنة، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتظر حوالي تلت ساعة كده تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقعد تقرأ قرآن وتنتظر تلت ساعة كده ثم تقوم وتصلي. إن كان معها نساء في البيت تصلي بيهم جماعة، معهاش نساء في البيت تصلي لوحدها.
حبت تروح المسجد مع زوجها مع أخوها مع أبوها، لها ذلك، لا تمنع إماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى. لكن هي مش فرض عليها انها تصلي في المسجد. لكن اللي اقصده ان اللي يصلي العشاء والفجر في جماعه في المسجد، والمراه تاخد نفس الاجر لو صلت الصلاه في وقتها في بيتها، ولو صلت في المسجد فبها ونعمه عين. اللي يصلي العشاء والفجر في جماعه في المسجد، طبعا العشاء بتبقى الدنيا ضلمه والفجر بتبقى الدنيا ضلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: بشر، بدأها بإيه؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مرة كنت حاضر كده موعظة زمان خالص، واحد كان بيدي موعظة كده ما بين المغرب والعشاء، فبيقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. قلت له: ظلم؟ هيمشي في الظلم إلى المساجد إزاي يعني؟ يعني من بيته لحد المسجد يقتله 300 واحد يخش يصلي في الظلم. يعني ايه الظلم؟ اللي ايه؟ اللي هي ظلمه، يعني مفردها ظلمه، ان في ظلام ماشي في ظلمه فمش شايف قدامه، او الدنيا يعني كده مكحله شويه، فماشي ورايح المسجد وبيخاطر بنفسه، ممكن يطلع عليه اعزكم الله، يطلع عليه كلب، يطلع عليه حاجه، ورغم ذلك بيخاطر ويروح يصلي عشان يفوز بالاجر. بشر المشائين في الظلم الى المساجد، هو مشي في الضلمه ربنا يرزقه النور التام يوم القيامه. البشرى الثانيه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. قال: وما بعث النار؟ نصيب النار قد ايه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فالصحابة اتخضوا زي ما حضرتك اتخضيتوا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، ما تخافوش. بيقولوا له: وأينا ذلك الواحد؟ معقولة النار هتبدأ من كل 1000 على 999 واحد بس اللي يخش الجنة؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. الله أكبر. يبقى إذن شوف شوف النبي حتى لما بيعوز حتى يزيل حاجة كده فزع حصل للصحابة بيبدأها بكلمة إيه؟ أبشروا أبشروا. دايما كان النبي، أنت لما تقعد تبحث كده في السنة، خش كده على أي موسوعة مثلا واكتب كلمة بشرى أو أبشروا، أو هتلاقي ما شاء الله كمية البشرات اللي موجودة في السنة حاجة لا تخطر على قلب بشر. قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. الله أكبر. البشرى الأخيرة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من 3 ل 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هؤلاء موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني عدد كبير من الناس. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن واحد من الصحابة: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. الله أكبر. فالحديث ده كان بشرى لل70,000 دولت، بشرى عامة إن في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبشرى خاصة لعكاشة بن محصن إن هو هيكون من 70,000. والبشرى لم تكتفي عند ذلك، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتر من البشرى، فقال كما عند أحمد بسند صحيح: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي، قلت 70,000 مش كفاية، لأن الصحابة لوحدهم 124,000، يعني ممكن يكونوا في الصحابة ونخلص، إنما النبي عايز بقى البشرى للتابعين وتابعي التابعين إلى يوم القيامة. فقال: فاستزدت ربي. قال: فزادني مع كل واحد 70,000. الرواية الثالثة عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله، 3 حثيات، 3 قبضات من قبضات المولى عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. تعالوا بقى نشوف بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأزواجه وأمته. أول بشرته لأمنا خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. أمنا خديجة هي اللي بشرت النبي في الأول لما دخل عليها وهو مفزوع حينما نزل عليه الوحي في الغار.
فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر وتصل الرحم وتعين على نوائب الظهر. فهي بشرته، فتردت البشارة قبل موتها بأيام. فيأتي جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ويقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فدي كانت أول بشرى لأمنا خديجة. البشرى الثانية لأمنا عائشة كما في الصحيحين لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها في حادثة الإفك اللي انتوا عارفينها، اللي وردت في سورة النور، وردت براءتها في سورة النور. والنبي صلى الله عليه وسلم راح لأمنا عائشة في بيت أبي بكر وأمها قاعدة، وبدأ يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب الله عليه. فحصل حوار طويل كده، وفي الآخر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ببراءة الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي رضي الله عنه وأرضاها. فإذا بالحبيب المصطفى يقول أبشري يا عائشة، الله أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق 7 سماوات. فجت لها في صيغة البشرى بشرى، وكانت أعظم بشرى في الدنيا، لأن أمنا عائشة كانت وصلت لمرحلة إن خلاص يعني الدمع جف في عينيها من كثرة الحزن على أنها تتهم، وهي البريئة وهي المطهرة التي طهرها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تعال نشوف البشرى الثالثة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة، والحديث أيضا في البخاري ومسلم. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ثم ذهب إلى النبي، وكان رجل صريح جدا وكان صادق جدا، قال له يا رسول الله لو جلست أمام أحد غيرك لجعلت يعني قدرت ان انا اخرج من هذا الموقف، يعني لقد اوتيت جدلا، انا اعرف اتكلم حلو او انا رجل شاعر وشغلتي الكلام واعرف اتكلم كويس او اخرج من الموقف ده كويس، ولكن اخشى ان كذبت عليك ان يسخطك الله عز وجل عليه. والله ما كان لي من عذر، انا ما كانش لي عذر في ان انا اتخلف عنك. فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يامره ان يقوم وحتى يعني يفصل المولى عز وجل في امر هذا الصحابي، واثنين كانوا معاه برضه كانوا تخلفوا عن غزوه تبوك. واذا بالحق جل وعلا ينزل براءتهم سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. في يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي القى في قلوبهم التوبه فتابوا، فربنا قبل توبتهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تبسم ووجهه احلى واجلى واجمل وابهى من القمر صلى الله عليه وسلم. واذا به يقول يا كعب بن مالك أبشر، شوف اللفظ، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله، أنا بقى نفسي الليلة دي بقى أقول لكل واحد بيقع في معصية، لكل واحد مش محجبة، لكل واحد بيعق أمه وأبوه، لكل واحد ما بيصليش، لكل واحد هاجر القرآن وهيتوب النهاردة، أقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وأقول لها أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نفسي نبارك لكم، نفسي نبارك لأي إنسان بعيد عن ربنا، نفسي نبارك لأي حد واقع في معصية وهيتوب منها. ربنا يبارك فيكم يا رب. وأتمنى الإيميلات اللي هتجيلنا الحلقة اللي جاية تجيلنا بشريات من أخوات هيلبسوا حجاب، من واحد كان بيعق أمه وتاب، من واحد كان ما بيصليش وهيتوب. محتاجين إن احنا كمان إن احنا نبشر احنا كمان بالخير ده. ربنا يرزقنا وإياكم الأجر يا رب العالمين. فقال لي كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. تعال نشوف البشرى اللي بعدها لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالنبي ذكر مواصفات هذا الرجل، انه بيحب ربنا وبيحب الرسول، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه وربنا بيحبه. فعمر بن الخطاب قال له والله ما استشرفت للاماره الا في تلك الليله، كنت اتمنى ان النبي هو يعيني امير بقى على الموضوع على غزوه خيبر دي، علشان ان هو وصف الرجل ده ان ربنا بيحبه والنبي بيحبه. قال فلما أصبحنا نادى النبي وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا به رمض في عينيه، عينيه تعبانة. فقال ائتوني به، فجيء به لا يستطيع أن يبصر، عينيه مقفولة. فتفل النبي فعينيه فعادت أجمل مما كانت،
بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية وأعطاها لعلي بن أبي طالب، فكانت بشرى عظيمة من النبي لعلي بن أبي طالب إن ربنا بيحبك والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبك، ويا ريتني كنت مكان سيدنا علي في الموقف ده بس وأموت بعدها. ربنا يا رب يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. نشوف البشرى اللي بعدها، كانت لسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه البخاري ومسلم. دخل النبي على بلال وقال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعته دفن عليك. دفن علين صوت تحريك النعل، صوت واحد ماشي قدامه، خد بالك، فإني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت شيئا سوى أني إذا أحدثت توضأت، إذا توضأت صليت ما قدر لي، يعني مجرد ما ينتقد وضوئي بتوضأ، وإذا توضيت صليت ركعتين فقط. ده كان سبب إن النبي شافه قدامه، سمع صوته في الجنة قدامه. والبشرى الثانية تجيله كما عند الترمذي بإسناد حسن قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال، وفي الرواية الثانية وسلمان، يبقى أربعة: علي وعمار وبلال وسلمان. ربنا بشرهم بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي بشرى أخرى لثابت بن قيس لما نزل قول المولى عز وجل، لما دخل وفد بني تميم وعمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي عمر. قال: ما أردت خلافك أبا بكر. الاثنين ما عملوش حاجة بس صوتهم كان مرتفع. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت بن قيس كان هو الخطيب بتاع النبي، لما تيجي الوفود كان يقوم ويخطب، فخاف أن يكون حبط عمله إنه من أهل النار. فالنبي بعد ما صلى قال: أين ثابت بن قيس؟ فسعد بن معاذ قال له: لا أعلم يا رسول الله. قال له: مش هو جارك؟ قال له: جاري. قال له: شوفوا عمل إيه، وأقول له رسول الله يقول لك لماذا لا تأتنا؟ فراح قال له: خير يا ثابت. قال: ليس بخير يا سعد، لقد نزلت تلك الآية: وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. رجع سعد بن معاذ وقال للنبي كده، قال: ارجع وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. شوف البشرى الجميلة. فلما جاءه بعد ذلك كما في رواية أحمد، وضع النبي يده على صدر ثابت بن قيس وقال: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل. قال: فلك ذلك، خلاص بقى دي البشرى الحلوة، هتعيش حميد وتموت شهيد. عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بشر النبي أيضا أم سعد بن معاذ حينما مات سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لموته، فلما جاءت وهي تبكي فقال لها: يا أم سعد أبشري، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حينما لما طلع يجيب عود من الأراك كده للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سقانه رفيعة، جات الريح فانكفأت الثياب فظهرت سقانه، فالصحابة ضحكوا. فقال النبي: مما تضحكون؟ فوالذي نفسي بيده لهما رجلي دولت في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن الحمام أيضا بأنه من أهل الجنة لما قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. جت البشرى هنا. وبشر العشر المبشرين بالجنة، وبشر عمر وعثمان بالشهادة لما كانوا واقفين على جبل أحد واهتز الجبل، قال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو النبي والصديق هو أبو بكر، والشهيدان كان عمر وعثمان. والبشرى جاءت لأهل التوحيد كما عند مسلم لما أعطى النبي نعليه لأبي هريرة وقال له: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وبشرنا النبي بأنه كما عند مسلم بأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمتي، وبشرنا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الواجب علي وعليك بقى إن احنا نحب الخير اللي حوالينا، نحب الخير لبعض، نحب الخير للدنيا كلها، ونتمنى الخير لكل مسلم. وأي خير نسمعه، واحد ابنه نجح أكون أنا بس عن أن أكون أول واحد يبشره، واحد ابنه يعني ربنا نجاه من حادثة ولا بتاع، أروح أبشر أهله الحمد لله ده بخير وسليم الحمد لله. واحد جات له مثلا القرعة بتاعت الحج، أروح أكون أنا أول واحد يبشره. نحمل البشر للناس علشان ربنا يكرمنا
دنيا وآخرة، ويسعد قلوبنا دنيا وآخرة. ولما تحب الخير لأخوك وتكون في عون أخيك الله عز وجل يكون في عونك. ربنا يبارك فيكم. دي كانت همسات بسيطة عن النبي وأعظم البشريات. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا إيميلات حضراتكم في انتظار اتصالاتكم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. الأستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لدي سؤال. كلما أريد الدراسة أي مراجعة الدروس يستصعب علي الأمر، أسألك ماذا أفعل؟ أولا استعن بالله سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. انوي دايما وانت بتذاكر كده ان انت بتوصل للناس العلم النافع. العلم النافع مش لازم يكون علم دين وبس، ممكن يكون علم دنيا أيضا. علم الدنيا لو استخدمته فيما ينفع بلدك ودينك يبقى برضه هو يندرج تحت العلم النافع الذي يعني نؤجر عليه ونثاب عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت منيا بتقول أنا محجبة أنا وأولادي بيسألوني، أنا محجبة وأولادي بيسألوني كيف سيحاسب الله عز وجل الغير متحجبات والله رحيم وكريم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر معينة وقال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما للي كانت مش محجبة ولبست، فربنا هيغفر لها ويرحمها ويعني ويمسح لها كل الذنوب اللي فاتت. وغير ده كله لا، ده كمان يبدل لها سيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب إزاي ربنا يحاسب واحدة إنها مش محجبة وربنا غفور رحيم؟ ربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب، وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى سريع العقاب. فلازم ما ننساش ديت. لازم يعني ما نقولش فقط ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب وفي نفس الوقت سريع العقاب. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى يا جماعه؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء. بس خدوا بالكم بقى، كملوا الايه. فساكتبها للذين يتقون. الله، يعني رحمتي وسعت كل شيء بس ساكتبها، هي وسعت كل شيء للي عايز يخش تحت رحمتي. يعني في انسان ما بيتعرضش اصلا لرحمات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يأمره انه يروح يصلي عشان ربنا يرحمه، هو مش عايز يصلي. بيقول له طب فاذكروني اذكركم، هو ما يذكرش ربنا. طب زكي، مش عايز ازكي. طب بر امك وابوك، مش عايز ابر امك. فهو مش عايز يتعرض لاي رحمه خالص. فعشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. هي لو انتوا كلكم عايزين تدخلوا تحت رحمتي تسعكم وتسع اديكم مليارات المليارات بلا نهايه سبحانه وتعالى. فربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، بس خدوا بالكم فساكتبها للذين يتقون. ولسه من شويه كنا بنقول التقوى هي الخوف من الجليل، واللي خايفه من ربنا لا يمكن هتخرج وهي مش محجبه. ومش معنى كده ان انا بقدح في اي واحده مش محجبه، والله العظيم وهذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى، ان في بنات كتيره مش محجبات، ولاد ناس متربيين ومؤدبين وعندهم حياء وبيعملوا خير وحاجات خير كتير قوي، بس ناقصهم الحجاب. يعني مش معنى كده ان كل واحده مش محجبه انسانه بقى مش كويسه وانسانه سلوكها، ابدا. الموضوع مش كده خالص. وانا واحد من الناس انا فاهم انه مش كده، او عارف ان في بنات مش محجبات وولاد ناس ومحترمين جدا بس ينقصهم الحجاب. والحجاب فرض زيه زي الصلاه، لانه امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك، ولو سكت عند كده حضرتك ما تحجبيش بقى. انما قال ايه؟ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأستاذة سيلفانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، ما أروع الحلقة، جزاكم الله خيرا. أريد أن أستفسرك فضيلة الشيخ. هناك شاب وعدني بالزواج بعد التخرج ويريد أن ننتقل للعيش مع أمه الأرملة، لكن أمه ارتدت عن دين الإسلام واعتنقت الدين المسيحي. لقد استخرت الله عز وجل 3 مرات ولم تتضح لي الرؤية، فأسألك فضيلة الشيخ هل يصلح في لي هذا الرجل كزوج؟ هو طبعا لو كان إنسان دين وإنسان كويس، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هو ملوش ذنب طبعا في إن أمه قاعدة في مكان وإنها عياذا بالله ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى. هو ملوش ذنب. لكن انتوا بقى لو هو إنسان محترم ومتدين وخلوق اقبليه كزوج،
واجتهدي انت وهو على والدته، ويبقى في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حاولوا تجتهدوا مش بكلامكم بس، بأخلاقياتكم وسلوكياتكم ومعاملاتكم مع هذه الأم، علشان ترجع مرة أخرى إلى الإسلام، إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ده بيبقى في الغالب ده بيبقى أمر مش طبيعي. يعني نسمع كتير جدا عن مش مسلمين وأسلموا، ده كتير جدا جدا وفي كل ثانية. يعني حتى في تقرير عالمي إن في كل 27 ثانية واحد أو واحدة بيسلموا لله سبحانه وتعالى. لكن ان مسلم بيرتد دي نوادر، ودي بتبقى حالاته احيانا بتكون نتيجه تاثير سحري اتعمل لهذه الام، يعني اتعمل لها سحر، شربت سحر، حصل لها حاجه، ممكن يكون بتاثير مثل هذا. فانتوا حاولوا تعالجوها، وحاولوا ان انتوا تدعوها باللين وبالرحمه. الاخت شروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله، ربنا يحبك ويحفظك ويسترك. لو سمحت عندي 18 سنة ونص، وعايزة حضرتك تتكلم عن مشاكل الشباب اللي في الجامعة والحب، لأن ساعات بشوف ناس يعني قصدها بنات بتكلم ولاد، وببقى نفسي أعمل كده زيهم، ولكن حرام، والحب ده غصب عني. بالله عليك رد وقول لي الحل، لأن دي مش مشكلتي لوحدي، وادعي لي بالهداية أنا وعائلتي. عايز أقول لك يا أخت شروق، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايز اقول لك ان هي دي مشكله الجامعات المختلطه، ان يبقى فيها شباب وبنات مع بعض. زمان كانوا بيقولوا ده تزمت بقى، يعني ايه بنات لوحدهم وشباب لوحدهم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، ده اولادكم، ده اخ واخته، مش بقول بقى بنت وواحد غريب، لا، اخ واخته. اخته مش ممكن طبعا واحد هيبص لاخته، ده مستحيل يعني. قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الله، ده أخ وأخته، يعني لو انطبقت الدنيا كلها على بعضها مستحيل إن واحد يوصل أخته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عند 10 سنين فرق بين الأخ وأخته، ما تنيمش الاتنين جنب بعض. سبحان الملك. فما ظننا بواحد غريب وواحدة غريبة، ويا ريت الاثنين عندهم 10 سنين، ده كبار وعدوا سن البلوغ، وهي ما شاء الله لابسه ستريتش وبادي وعامله شعرها في الخلاط، وهو مظبط شعره سبايك وحاطط نضاره ريبان ولابس بنطلون جينز ومظبط نفسه، والاثنين عمالين بيتكلموا مع بعض وبيهزروا مع بعض وقاعدين جنب بعض ومفيش مشكله. بيحصل فتن والقلب لا يتحمل، القلب لا يتحمل. في النهاية ممكن يحصل مشاكل. فبنقول في البداية يعني دفع أو درء المصائب أو درء المصادر المضار مقدم على جلب المنافع. إن أنا لما أدرأ مفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أنا لما أدرأ مفسدة دي مقدمة عندي على جلب المنفعة. فأنا بدرأ مفسدة أنا ما أجيبش الشباب والبنات لما بعض كانوا بيقولوا كده زمان إيه، ما تحطش الكبريت جنب البنزين، واخد بالك، اما تحطش النار جنب البنزين. طيب قدر ربنا سبحانه وتعالى ان دلوقتي في جامعات كتيره مختلطه، وهي بتقول بشوف بنات كتيره بيتكلموا مع اولاد. طبعا ده كلام لا يجوز، لان ربنا نهى ولا متخذي اخدان، والناحيه الثانيه ولا متخذات اخدان، والخدن هو الحبيب او العشيق، ده حرام، يحرم هذا. والإنسان لما يعوز أن ربنا يوفقه في دراسته، وواحدة عايزة ربنا يوفقها في جواز، وأن ربنا يرزقها بزوج صالح، إن رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. اللي عند ربنا أرزاق، الرزق اللي بيجي من عند ربنا لا ينال بالمعصية أبدا، وإنما ينال بالطاعة. فلو واحدة نفسها تتجوز جواز طيب، ما عمره ما هيجي عن طريق الحب ولذلك اسألوا بقى في الناحية العملية، بعيدا بقى عن إن يتقال ده تزمت ولا بتاع. اسألوا أي شاب، أنا نفسي سألت شباب كتير جدا، البنت اللي أنت ممكن تمشي معاها وتحبها وتحبك ممكن تتجوزها؟ قال لي مستحيل، لأنها ما دامت حبتني ومشيت معايا هتمشي مع 1000 واحد غيري، وممكن تكون ماشيه معايا وماشيه مع غيري في نفس الوقت. قال لي انا امشي مع واحده ده كلام شباب، امشي مع واحده انما لما عاوز اتجوز واحده تانية تماما، اتجوز واحده تكون بنت ناس ومحترمه ومتربيه، حتى لو هو كان شاب مش ملتزم يحب يتجوز واحده تكون ملتزمه. الاستاذه هبه عبد الفتاح
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. أريد أن تدعو لأبي بالجنة الذي مات السنة الماضية. أسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يرزقكم جميعا الجنة، وأن يرزق آبائنا وأمهاتنا الجنة. سؤالي لك هو أن أمي تريد الذهاب إلى العمرة، وأنا أريد أن أذهب معها وليس لدينا محرم، فهل عمرتنا جائزة؟ هو على مذهب، هو الأصل طبعا، الأصل هو المحرم، إن المرأة لا تسافر بلا محرم، ده الأصل. لكن بعض أهل العلم، ده برضو من باب التيسير، بعض أهل العلم أجاز إن كان خروج النساء في صحبة آمنة طيبة، فجاز لهم ذلك أن هم يخرجوا. ده الكلام ده لو توفرت صحبة آمنة، يعني حضرتك خارجة أنت ووالدتك ومعاكم مجموعة من النساء الصالحات، سواء من حيكم أو من أقاربكم أو غير ذلك، فتكون صحبة طيبة، فبعض أهل العلم أجازوا ذلك. وإن كنت أنا أخاف على النساء من السفر لوحدهم، لأن المرأة ممكن تتعرض لمخاطر كثيرة جدا لا تستطيع أن هي تحمي نفسها. مين؟ الأستاذ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ محمود. أستاذ محمود السلام عليكم، معانا ولا؟ طب خلاص. الأستاذة هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إنه يحبك في الله، أحبك الله سبحانه وتعالى، ربنا يحبك ويسترك. قل لي ماذا أفعل مع زوجي وأنا لا تعجبني حياة زوجي، فهو لا يذكر الله، ولقد جربت معه كل الطرق والنصائح ولكن لا يستجيب. أنا الحقيقة مش فاهم معنى زوجي لا يذكر الله. يعني هل هو بيصلي والحمد لله إنسان خلوق وملتزم ومحترم، ولكنه لا يقول أذكار الصباح والمساء مثلا يعني، ولا لا يذكر الله بمعنى أنه مثلا يعني في أحواله العادية ما بيذكرش ربنا؟ فالحقيقة محتاجة أخت هبة تبعتي لي السؤال مرة تانية وتوضحي لي معنى كلمة لا يذكر الله، هل هو لا يصلي ولا هو ما بيقولش مجرد الأذكار؟ الأستاذة منى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يكرمك على هذه الحصة الجميلة. طبعا كلمة حصة جميلة دي في الغالب هيكون إما تونسية أو مغربية أو جزائرية. بارك الله فيك. ممكن تقول لنا ما حكم اختراق أجهزة ومواقع وبطاقات ائتمان الكفار؟ هذا طبعا لا يجوز، لأن خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، بعض الناس بتظن إن سرقة المسلم حرام، إنما سرقة الكافر مش حرام لأنه كافر. ان مثلا ان انا اشتم المسلم ده حرام طبعا، انما لما اشتم الكافر ده مش حرام. في كل الاحوال هو حرام، الحرام حرام. يعني سبحان الله، سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كانوا ماشيين مره اعزكم الله، فمروا هو وبعض الحواريين اللي معاه مروا على كلب ميت، فالحواريين اللي معاه قالوا ما أقبح منظر هذا الكلب وما مش عارف إيه، وقعدوا بقى يعني يوصفوا أوصاف كده مش كويسة. فقال لهم ولكن ما أشد بياض أسنانه. فقالوا له عجبا لك يعني سيدنا عيسى، يعني بتتكلم عن حسن بياض أسنان كلب. قال إني لا أحب أن أعود لساني السب والشتم فأسب آدميا بعد ذلك. شوف المعنى الجميل. فعايز أقول إن لا يجوز يا جماعة إن إحنا لا نخترق أجهزة كفار، ولا نحصل على أشياء خاصة بيهم، ولا نستولي على أموالهم، ولا ناخد أي حاجة ليهم، لأن لا يجوز. لأنه ورد حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الأستاذة ياسمين، السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن يكون في حاجة في الاتصالات النهاردة؟ طيب. واحدة هي مش كاتبة اسمها، بتقول فتاة. وعلى فكرة يجوز تكتبي اسمك عادي، يعني ساعات بلاقي مثلا ايه أمة الله مش عارف ايه، عادي يجوز انك تقولي اسمك. والدليل على هذا ان احنا نعرف اسماء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وخديجة وحفصة وجويرية، يعني لا حرج في ان الواحدة تذكر اسمها. قلت أنا فتاة في سن 34 ولسه مش متزوجة، وأنا ذهبت لرؤية الإمام وقال إن لدي سحر وهو يمنعني من الزواج. عايز أقول حاجة يا جماعة، كتير من الناس أو كتير من البنات لما بتكون لسه ربنا يعني ما رزقهاش بالزوج الصالح، فدايما تظن إن معمول لها عمل أو معمول لها سحر. ممكن ما يكونش النصيب جه أصلا، يعني ممكن ما يكونش في نصيب، وممكن يكون من حب ربنا ليكي ان اللي جالك الاولاني ده ما كانش كويس وان تظاهر بانه كويس، والتاني ده كان بخيل وان تظاهر انه كريم، والتالت ده انسان عنيف جدا وان تظاهر انه انسان رقيق جدا.
فربنا سبحانه وتعالى بيحميك من الناس ديت، ومحضر لك مفاجأة إن يجي لك زوج طيب إن شاء الله يكرمك. وأنا عايز أقول حاجة بقى دايما أقولها حتى لبناتي. أنا عندي إن بنتي، أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، أنا عندي إن بنتي تقعد جنبي العمر كله بلا زواج أفضل من إن أجوزها إنسان ما عندوش دين يفتنها في دينها أو يعذبها. وياما شفنا بنات اتجوزوا وحصل لهم اللي ما حصلش لأي حد في الدنيا، واتبهدلوا وحصل لهم عقدة نفسية من جوازة واحدة، لدرجة إنها لما طلقت من الزوج ده بعد ما عذبها وبهدلها وخد فلوسها وعمل فيها اللي ما يتعملش، بقت خلاص تشك في إن مش ممكن يكون في إنسان كويس بعد كده إن أنا أرضى إن أنا أتجوزه. فعايز أقول ان ممكن ده يكون نصيب، وممكن يكون في عمل معمول، بس مش عايز اقول يعني عموما يعني لو انت حاسه ان في حاجه معموله لك ولا حاجه، بداية أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ اسألي نفسك، شوفي حالك مع ربنا عامل إيه. ربما يكون تأخير الزواج ده بسبب مثلا إن أنت مقصرة في حق ربنا سبحانه وتعالى. أقبلي على ربنا وقومي وصلي بالليل وادعي قبل صلاة الفجر كده في قيام الليل، يا رب ارزقني الزوج الصالح. وخليكي ذكية برضه، لو ليكي صاحبة مش متجوزة ادعي لها إن ربنا يجوزها، فالملك يقول آمين ولك بمثل. خدي بالأسباب. حاجة تانية، لو مش محجبة ربما يكون في كتير من الشباب لا يرغب في إلا في البنت تكون محجبة، عشان بيقول إن دي هتكون محافظة على يعني ما بقولش إن التانية مش محافظة، بس برضو يعني دي هتكون أشد حفظا لأولادي إلى غير ذلك. فربنا يكرمك، يعني خدي بالأسباب وادعي ربنا سبحانه وتعالى واكثري من الاستغفار. الأستاذة وفاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ادعي لابني في الحضانة، ادعيله. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين ويقوم ادعيله بالسلامة. بتمنى هو يا شيخ، ادعيله بالله عليك يا شيخ، حاضر عشان والله. حالته خطيرة. حاضر حالته والله. خطيرة، بالله عليك ادعيله، والمشاهدين يرددوا يأمنوا على الدعاء، أسأل بالله الله عليك يا عز شيخ. وجل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وقولوا آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أخت وفاء. مين معانا؟ أستاذ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأستاذ، احنا خلصنا كده الإيميلات. مين معانا؟ معانا الدعاء فقط؟ الوقت جري؟ طيب معانا الدعاء فقط. الحقيقة الوقت معاكم والله العظيم بيجري بسرعة، سبحانك يا ربي. والحلقات دي يعني ربنا يا ربي ما يحرمناش منكم يا رب، ويجمعنا وإياكم في الجنة. قولوا آمين. وتبقى أجمل بشرى بقى كده إن احنا ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا كده صحبة، وتبقى هي دي البشرى الجميلة اللي احنا نبشر بيها. اللهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم زوج بنات المسلمين ونجح طلاب المسلمين ورد غائب المسلمين يا رب العالمين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم فرج هم أهل مصر يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم، واجمعهم يا ربنا على قلب رجل واحد. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.